وفي التحام كان قوي. وادي الهجمه عموري نادي العين اسبريا وعرقله وانذار للاعب اسامه هساوي. انذار لاسامه هساوي. ويفكروا بقى بالدخول القوي بتاع وليد بخشوين اللي عنده انذار على فكره في المواجهات السابقه وكان ممكن يتم ايقافه. لكن شوف اسبريا خد خطا في مكان رائع. عموري يحرك نادي العين. الموهبه اللي ورقه قادمه باستوس وحوار مع عموري حط كوره كانت في العارضه في الدقيقه كانت 38. ياسر المسليم اللي تألق في الشوط الاول بعد ما بدأ مهتزا، لكن الحقيقه يعني برضه ليه عذر لان عبد الله معيوف هو اللي كان بيلعب. عموري والتسديده جول. الله على الجول. الله يا عموري. كرة عموري ايه؟ بلياردو يا عموري. الهدف ياتي في الدقيقة 71. عموري يسجل. كرته الأولى كانت في العارضة وكرته الثانية بقى في القائم اليمين ثم إلى داخل شباك ياسر المسليم. عمر عبد الرحمن يسجل أول أهدافه في هذه المباراة وأول أهداف في اللقاء. لكن الطريف ان الهدف جه في وقت الاهلي اصبح الافضل واصبح الاخطر. لكن من كره ثابته في المباريات الصعبه هي كره ايه؟ يا ولد. باستوس المره الاولانيه قال له عاليه، المره دي قال له حطها واطيه وحطها وارتطمت بقى في القائم وهدف التقدم عن طريق عمر عبد الرحمن. الموهبه، العلامه الفارقه، رمز الابداع.